بسم الله. بدينا طبخة اليوم مرقة بواليل مع عيش مشخوط. هذا شبنت مع بقدونس مع كزبرة طبيعية. بس يخلص هذا من المرد. هذا ثوم جهزته والخضار والعيش احنا مغسله، بعدين نكمل لكم الباقي. خلوكم معي. حاليا ابدا قصص الطماط، خلوكم معي. واحد اثنين يا ويل هد. بعدين واطحنها هذه كلها ويا بعض اخلطه. والحين الثوم نمرده مرد على قولتهم، نطحنه طحن بالسكينه. وهذا البصل قصصنا صغار مردنا كذي، نحطه ويا بعض ان شاء الله. والحين نحبسه بصل بعد ثوم. والحين معجون الطماط. والحين نحمس معجون الطماط مع الخضروات مع البصل ومع الثوم. دقايق نحط الدارسين والمسمار والبهارات ان شاء الله نضبطها. يا رب والله كنا عجينه صارت، كنا خبز عروق. علينا وعليكم بالف عافيه يا رب، يضبط يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن. بدت البغبغه. والحين نحط الطماط اللي ما شاء الله تبارك الرحمن، والله شكله خضار وعجيب عجيب. جهزنا الزيت، حطينا الزيت، ناطرينه بالسحمة. نبلش بالسمك. هذا السمك بواليل عيال الهامور. تبارك الرحمن. جهزنا ماي العيش، دارسين والهيل ورقار وملح الماي. حطينا في خلطة جديدة حقت العيش، انتظرونا. والحين حطينا العيش. ما شاء الله لا اله الا الله، ريحته خنينة على قولتهم. بس أخيرا ليس آخرا. شوفوا المرق ما شاء الله. شوف السمك، شوف السمك بواليل عيال الهامور. شوف ما شاء الله. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. بس لا حد يقول بعد هذا يمكن لحم قطو. هذا راس، هذا الراس، هذا عين. شوفوا دائما الراس يعطيك النكهة، أكثر النكهة بالراس. شوف ما شاء الله. أدب لكم راس ثاني. الله، هذا راس وهذا حلجة. شفتوا ما شاء الله. شوف الجماعة اللحم. شوف يا الله يا الله يا الله.